له والله مسامح ابني، سامحك الله ما فيش مشكلة، لكن بسألك سؤال. قال لي ايش هو؟ قلت له ايش استفدت من المحاضرة؟ قال لي استفدت من المحاضرة أن لا أحكم على الناس بأشكالهم، ولم يكن موضوع المحاضرة. لكن لأنك سرت على قاعدة وعلى منهج رباني، يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى ربما بهذا الحدث غير الله هذا الآدمي نفسه، يعني لأنك سرت على منهج صحيح، وهو إذا خيرت بين شيئين انظر أيهما أحب إلى نفسك واختار الآخر. يا ابني إذا وصل الواحد إلى هذا المقام تخلص من الهوى، أصبح ما بقيش عنده هوى، وإذا تخلص الإنسان من الهوى وافق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات جامعة، والأخوة الأصوليين يجيزون احنا فيها، يعني إنها أصولية، لأنه أنا عرضتها على كثير من المشايخ قالوا يا ابني ما حدش قال الكلام هذا، لكن لا نستطيع أن ندفعه، لا نستطيع أن ندفعه، كلام من كلام رسول الله ما فيش أي ضرر فيه. فهذه قاعدة السير، سير اللحظة على مراد الله. كيف تعيش اللحظة على مراد الله؟ يا أولاد الواحد إذا عاش اللحظة على مراد الله تحقق بكمال عبوديته لله. وتصوروا واحد تحقق بكمال عبوديته لله، يطرح له الله هذا السؤال في القرآن: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك كل ما يخطر على بالك. أليس الله بكاف عبده؟ من سيجيب على هذا السؤال؟ وهذه برضو لفتة من اللفتات اللي اطرحها على الشباب، أقول لهم شوفوا إذا وصلتم إلى سؤال قرآني لا تمشي، لأن الله يسألك. تخيل الله يسألك وأنت ماشي مش معبر المسألة. وقف مع السؤال، جاوب عليه. وقف مع السؤال وجاوب عليه. أليس الله بكاف عبده؟ سيكون من تحقق بكمال العبودية رأى كفاية الله له، سيقول بلى. كذا سيجد نداء من داخله يقول له اثبت، كفاني الله الأمر الفلاني، كفاني الله الأمر الفلاني، دبر الله الأمر الفلاني، وهكذا. سترى تدبير الله في حياتك اليومية شيء عجيب لا يسلمك الله لعقلك. وتخيل كذا الله يدبر أمورك. من أنت؟ من أنت؟ ومن يدبر الأمر؟ السؤال طرح في القرآن الكريم، تدروا لمن؟ لأبي جهل وعقبة بن أبي معيط والدفعة هذه، فكانت إجابتهم فسيقولون الله. تصور قبل أن نوجه إليهم السؤال قال القرآن فسيقولون الله، تحدي. طيب كان بالإمكان أن يقولوا ما يقولش الله، لكن أبدا. الناس كانوا قد وصلوا إلى رؤية تدبير الله في حياتهم، ومع هذا حصل لهم هذا الخروج. وأختم كفائدة لقطات قرآنية من تدبير الله لأمر عبد من عبيده. لاحظوا أم موسى في اليوم الأول عندما خلق